بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل مربى التين وازاي نخزنها لمدة سنة كاملة ولا يهمك. شايفين القوام الجوسي الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده؟ تابعوني لنهاية الفيديو واحنا هنعرف ازاي مع بعض عملنا مربى التين بالقوام ده وبالانسيابية دي ومن غير ما يكون فيها اي تكتلات او اي رواسب ممكن تضايقنا واحنا بناكل. احنا النهاردة هنشتغل على كيلو ونص بس من التين. بنجيب التين وبنغسله بشكل كويس جدا وبنركنه أسفة. بنغسله كويس جدا وبنحطه في مصفى علشان يصفي كل المية اللي فيه. بنجيب الحلة اللي احنا بنشتغل عليها بشكل مباشر على طول وبنجيب التين. شايفين الحتة الخضراء اللي انا بشيلها من فوق دي؟ لو في اي حتة خضراء في التين رجاء ان احنا نشيلها. ليه بقى؟ لان الحتة الخضراء دي بتخلي لون التين مش اللون البني الجميل اللي احنا متعودين عليه، بتخلي لون التين لونه اخضر، وطبعا احنا مش عايزين ده. احنا عايزين التين لونه بني زي ما احنا ما متعودين في برطمانات الشركات الجاهزة. لو في اي حاجة في التين بنشيلها وبنقطعه بشكل زي ما احنا شايفين كده. لو انتي عايزة قطع التين، يعني اللي هو عارفين احنا بيبقى فيها بعض انواع المربى بيبقى فيها قطع، لو احنا عايزين نعملها من النوع ده فبنقطع التين من البداية زي السلطة، قطعة صغيرة جدا كأننا بنعمل سلطة. اما لو احنا هنضربه في الخلاط زي ما احنا هنعمل النهارده، فهنقطعه بشكل عشوائي اي قطعة زي ما احنا عايزين. انا عاملة قبل كده 2 كيلو، عاملاهم بالقطع وعينها وفرستهم يعني زي ما هما كده، ومعلش انا اسفة ان انا نسيت اصورهم. فعشان كده جبت الكيلو ونص دول وقلت اعملهم معاكم واضربهم في الخلاط. العيال بيحبوا ياكلوها كده بالمعلقة يعني. طبعا انا بخفف سكرها ولان انا عندي الاولاد ما بيحبوش ياكلوا المربى بالعيش. هنا التين بعد ما قطعناه كله هنجيب كيلو سكر. الكيلو ونص، بصوا يا جماعة، في ناس كتير جدا يقولوا الكيلو من التين ياخد نص كيلو من السكر. لا خالص، بتبقى سكرها صعب جدا وزاعق، واللي هو تاكليها تحس ان انتي مش قادرة تاكلي منها تاني. انا الكيلو ونص دول حطيت عليهم يدوب هو نص كيلو فقط لا غير من السكر. كيلو ونص من التين حطيت عليهم نص كيلو من السكر. بنقلبهم بشكل كويس جدا بالمعلقة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بحطهم في التلاجة لغاية يوم كامل. شايفين الغطا وانا مطلعاه؟ انا بعمل لكم كده عليه علشان اوريكم ان ده لسه طالع من التلاجة، قعد يوم كامل في التلاجة. دلوقتي شايفين نزل السكر بتاعه او الشربات بتاعه زي ما ايا كان احنا بنسميه ايه. بعد ما بينزل الشربات بتاعه كله كده زي ما انتوا شايفين، بنبدأ نشغل الشعلة. يعني شعلة متوسطة، مش شعلة كبيرة ولا حاجة، ولكن بنخلي النار بتاعتها عالية لغاية ما يبدأ يغلي زي ما انتوا شايفين كده. بنجيب دلوقتي معلقة وطبق وبنبدأ ان احنا نشيل كل الرغاوي اللي طالعة على الوش دي. مهم جدا يا جماعة ان احنا نشيل الرغاوي اللي على الوش دي، اولا لان الرغاوي دي لو ما شلناهاش ده كده بيقلل من صلاحية التين ان هو يقعد معاكي فترة طويلة، هتلاقيه يعمل عفونة معاكي بشكل اسرع. دي اول نقطة. تاني نقطة، الرغاوي دي بتبقى اساسا كلها عبارة عن انا مش عارفة احنا بنسميه ايه، اللي هي الخرز الصغير خالص اللي موجود في التين ده. وكل ما بتشيل الخرز الصغير ده كل ما التين بيبقى معاكي طعمه في بقك حلو. لان لو الخرز ده فضل موجود في التين هتلاقيه بيقرقش معاكي لتحت اسنانك كده ومش هيعجبك خالص. احنا بنسيبها بتغلي بهذا الشكل مرتين 3 بالكتير، هما 3 مرات، وبعد كده بنبدأ ان احنا نهدي النار خالص لان الرغاوي بتكون خلاص خلصت. زي ما انتوا شايفين كده معايا الرغاوي خلاص ما عادتش موجودة. انا مهدية النار يعني بشكل بطيء جدا علشان ما تنشفش معايا. وبصوا، هو يعني كل ما بتخف وبتغلي اكتر على النار كل ما بتنزل لتحت،
وعلى حواف الحلة كده بتلاقوا زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انا شايلة في المعلقة، الخرز الصغير ده بيتجمع كده على حواف الحلة. ممكن ان انت تسيبيه، بس انا بصراحة بفضل ان انا اشيله علشان اضمن ان هو ما ينزلش في المربى تاني. لما تكون خلاص وصلت للقوام اللي احنا شايفينه ده، بجيب نص ليمونة وبعصرها. انا عايزة المية بتاعت الليمون فقط وليس التفل بتاعه. يعني بعصر نص ليمونة كده بشكل خفيف وبديه قلبة، وبسيبه يغلي على النار يعني 5 دقايق مش اكتر. بعد كده بنجيب بقى قرنفل، اما قرنفل صحيح او قرنفل مطحون زي ما تحبي، بس انا بصراحة بفضل القرنفل المطحون علشان يدوب كده في المربى. بتحطي كمية قليلة جدا، ما تكتريش، علشان لو كمية القرنفل زادت يعني ما بيبقاش حلو خالص في المربى. انا بفضل المطحون علشان ما يقابلنيش واحدة كده وانا باكل واقوم الاقي يعني قرنفل بقرقشه تحت اسناني، وفي نفس الوقت بيدي نكهة وتست حلو جدا للمربى. انا بسيب المربى يعني تبرد شويه، يعني ممكن تسيبيها تبرد تماما، بس انا بفضل ان هي ايه تكون دافيه شويه كده وانا بضربها في الخلاط او بالهاند بلندر او اي حاجه موجوده عندك. بعد كده بجيبها، شايفين يعني حتى الخلاط لسه معرق شويه كده لان هي لسه دافيه. بجيبها وبحطها في برطمانات ازاز، يفضل طبعا ان هي تتفرز في برطمانات ازاز. زي ما انتوا شايفين كده بسيبها تبرد بشكل تام. الكيلو ونص طلع معايا بالظبط كيلو ونص مربى، يعني كيلو، يعني شوفوا دول ب50 جنيه، هو كان كيلو ونص مربى والله ب50 جنيه. شايفين مطلعين معايا، يعني شوفوا البرطمان الواحد من دول بيبقى بقد ايه، شايفين القوام؟ يعني مش عايزه اقول لكم على الجمال. والطعم بقى انا عيالي بياكلوها بالمعلقه، علشان كده انا مش بحب ازود السكر بتاعها كتير. بعد كده بقى بعد ما بتبرد تماما بجيب كده نص كيس وبحطه على الوش واقفل. والبرطمان الكبير ده انا هعينه في الفريزر، ووقت ما احب اطلع هطلع الكمية اللي انا محتاجاها. والبرطمان التاني الصغير بعينه في التلاجة للاستهلاك في الوقت الحالي. وعايزة اقولك ان لو المربى تقلت معاكي شوية، ممكن تغلي شوية مية بسيطين خالص وتحطيهم عليها، لا بس لازم تكون مية مغلية، وتقلبي وهتبقى معاكي زي الفل.